في الصومال. والله بلا شك إذا كان إخواني يستمعون إلي في الصومال فأنا أوجه إليهم هذه الرسالة: يا أحبابي في الصومال، نحن نعلم أنكم في بلد 99 منه من المسلمين، تاريخكم تاريخ صالح، آباؤكم وأجدادكم كانوا من الأخيار، فيكم العلماء وفيكم الناس الأخيار الطيبون. ما الذي أصابكم؟ ما الذي جعلكم تصلون إلى هذه الحالة من استهانة سفك الدماء؟ ألم تعلموا أن حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل في حل من دينه ما لم يصب دما حراما؟ ألم تعلموا وأنتم تعلمون لكن الشيطان كلا بل ران على قلوبهم؟ ألم تعلموا أن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا وما عليها أهون عند الله من قتل رجل مسلم؟ ألم تعلموا وأعلم أن كثيرا منكم يعلمون، ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الكعبة قال: والله إنك عند الله لعظيمة ولكن حرمة دم المسلم عند الله أعظم؟ ألم تقرأوا قول الله تعالى: ومن قتل نفسا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هؤلاء مسلمون. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في يوم عرفة: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ قالوا: هذا يوم كذا شهر كذا. حدثوا قال: إن الله عز وجل قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ ونحن نقول لكم يا إخوتنا في الصومال: قد بلغنا فاتقوا الله. نعم.